السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأحسن صحة يا رب وأحسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل غدا خفيف كده. هنا معايا لسه غاسلين المواعين ومخلصين. هنا معايا 6 كيلو سمك على كيسين، هنغسلهم وناخد منهم حبة نعملهم سمك مقلي عادي. وهنعمل شوية منهم والباقي هنشيله في الفريزر ان شاء الله. هنعمل سمك مقلي وهنعمل رز بالبصل. وانا بغسل السمك كده يا حبايبي هشارك معاكم قصة واحدة دي عندها مشكلة كبيرة جدا وعايزين نساعدها تعمل ايه. المشكلة بتهدد حياتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا زي ما انتوا شايفين جايبة فرشة، الفرشة دي مغسولة ونضيفة بغسل بيها السمك. النهاردة معانا قصة مها دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويدعمني. معانا النهاردة قصة مها بنت فاتحة سن الجواز. تمام، انتوا عارفين عندنا في مصر لما بيتأخر البنت سن الجواز بيقولوا عليها لقب مش حلو خالص اللي هو عانس. مها خلصت تعليمها وهو كان تعليم متوسط دبلوم تجارة، وكان بيجيلها عرسان بس مفيش حد مناسب، يعني عريس ورا عريس مفيش حد مناسب ليها، وهي مش موافقة على حد منهم لاني شايفة ان هما مش مناسبين. لحد ما في يوم جالها عريس، العريس ده مطلق. هي مها كان عندها 33 سنة يا جماعة. العريس ده مطلق وما عندوش اولاد وعنده 38 سنة، مش كبير يعني. بس هي ما كانتش شايفة ان هو ده اللي ينفع تتجوزه. اهلها حاولوا معاها: يا بنتي ده احسن حد جالك، يا بنتي ما ينفعش، انت ما جالكيش احسن من كده، انت فاتك سن الجواز والناس بتتكلم والعيلة بتتكلم وبنات العيلة كلهم اتجوزوا وخلفوا وانت لسه، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. يعني بعد ما كانتش موافقة ان هي تقعد معاه، والدتها ضغطت عليها ان هي تقعد معاه وما ينفعش، وهتوصلي لسن 35 سنة ومش هينفع. المهم يعني راحت قعدت معاه، وهي بصراحة ما كانتش موافقة، بس قالت خلاص بقى، ده يعتبر احسن حد اتقدم لي. هي ما كانتش موافقة من ناحية ان هو اتجوز قبل كده، فما تعرفش ايه سبب المشاكل. طلق ليه؟ اهو حسن اللي اتقدم لمها ده كان مطلق، عاشت معاه مراته 4 سنين وبعد كده طلقها ومش مخلف. فهي خايفة ومترددة زي اي حد ممكن يتعرض عليه الموضوع يخاف ويتردد، وهي ما دخلتش دنيا وهو دخل دنيا، فكانت خايفة ومترددة. المهم يا جماعة اتجوزته، ما عملوش فرح. هو ما قال لها انا مش هعمل فرح، عادي هتلبسي فستان ابيض وهجيبلك شبكتك وكده وبس، انا مش هعمل فرح. وهو كان مجهز شقته وغير حاجات فيها. اول ما اتجوزها قال لها الموبايل مفيش حاجة اسمها باسورد، موبايلك ما يتقفلش. وهي طبعا عشان مفيش اي حاجة وافقت جدا ان هي الموبايل ما يتقفلش ومش هتعمل باسورد. قال لها لا انا هعمل باسورد ولا انت هتعملي باسورد. طبعا ده شيء يحترم، يعني ان هو قبل على نفسه نفس الحاجة. المهم وافقت. واحدة بواحدة لقيته تصرفاته غريبة. لو دخلت الحمام واتأخرت يفضل يخبط عليها: انتي اتأخرتي ليه في الحمام؟ يقعد يفتش على الموبايل فين.
كل شوية يمسك موبايلها يفتشه. عامل لها برامج تجسس عشان يعرف هي دخلت على ايه في الموبايل، ما دخلتش على ايه في الموبايل، وحاجات كتير جدا من هذا الشكل. لو راحت عند والدتها وهي عند والدتها ما يتصلش بيها، يتصل بوالدتها يقول لها يقول لها يا ماما اديني مها، تقول له طب ما اتصلتش ليه على تليفونها؟ معلش انا قلت اكلمك واسلم عليكي. فتكلمه خلاص يقول لها انا بس بطمن عليكي ويقفل. عايز يتأكد ان هي موجودة عند والدتها ولا لأ. لو نزلت هو ما بينزلهاش من البيت، هو بيجيب لها كل طلبات البيت، بس هي لو قالت له انا نازله مع بنت خالي ولا بنت عمتي نقضي مشوار، بيفضل طول المشوار يرن عليها. في مره من المرات قالت له انا رايحه عيد ميلاد بنت واحده صاحبتي، المهم قال لها انا هاجي معاكي، قالت له ما ينفعش، ده عيد ميلاد بنت واحده صاحبتي وجو عائلي وما ينفعش راجل غريب يروح. المهم فين وفين بقى بالعافية لما وصلها، وبعد ما وصلها وكان معاها بعربيته تحت البيت، راح قال لها ما تطلعيش غير لما واحدة من اصحابك تيجي تطلعي معاها. طلعت عيد الميلاد، استنت ما ينفعش، قالت له ما ينفعش وكده انت بتحرجني وبتاع. المهم يعني طلعت مع واحدة صاحبتها عيد الميلاد، تفاجأ ان هو طلع لهم فوق وبيتأكد هو ده عيد ميلاد ولا مش عيد ميلاد، واحرجها احراج شديد. انت بتعمل ليه كده؟ قال لها اصلا انا بطمن عليكي، وحاجات كتير من الحاجات دي كلها شك. لحد بقى في يوم ما هو كانت رايحة مع والدتها، كانت في واحدة قريبتهم والدة ورايحة تبارك وكده، راح مشي وراها يا جماعة، واكتشفت ان هو ماشي وراها، واتصدمت من اللي هو بيعمله، وتعبت نفسيا من تصرفاته، وما بقتش عارفة تعمل ايه، وكل خطوة بتعملها هو بيشك فيها وهي ما عملتش حاجة وما بتعملش حاجة، ومش عارفة هو بيشك فيها ليه رغم ان هي وعمل لها برامج على موبايلها، وكل شوية يتصل، وكل شوية مرة تبقى قاعدة تلاقيه جه فتح باب الشقة من غير ما يخبط ولا اي حاجة، تبقى واقفة في المطبخ تلاقيه دخل عليها مرة واحدة من غير اي صوت، تبقى في الحمام يتجسس عليها، وهكذا حاجات كتير من الوضع ده. هنا يا جماعة عملنا الرز، حطينا، عشان انا مش مصورة انا بحط لكم الشوربة معلش. هنا حطينا بصلتين حمرناهم تمام، ولازم يتحمروا جامد. رز السمك لازم البصل يتحمر قوي، دول بصلتين، اللي عايز يكتر يكتر. وهنحمره جامد البصلتين، وبعد كده هننزل بالرز مغسول، وبعد كده هنحط كمون و2 مرقة، الخطوة دي بتاعت المرقة وبتاعت الكمون، وبعد كده هناخد مية مغلية وهننزل بيها وهنسيبه لحد ما يستوي، واول ما يقرب يستوي نوطي عليه. علشان انا هنا مش عارفة الفيديو اللي انا صورته وانا بسقي الرز للأسف اتمسح وانا بسقي الرز، وانا بعمل لكم برضو خلطة السمك، بتبل السمك اتمسح، بس الخلطة بتاعت السمك يا جماعة توم تمام، فلفل اخضر، كزبرة، كمون، شطة، ملح طبعا، ليمون، وكتروا الليمون في السمك بيبقى حلو قوي، وبالهنا والشفا عليكم. المهم وصلنا لان هي تعبت تمام، وما بقتش عارفة تعمل ايه، لحد ما الوضع ساء مشي وراها، ما لقاش، اصلا ما بيلاقيش حاجه لانها ما بتعملش حاجه، بس هي تعبت ومش عارفه هتعمل ايه، مش عارفه. لحد في يوم ما عادي مسكت موبايله، دخلت على الشات الواتساب بتاعه وبتاع طليقته، عرفت ان هو طلق طليقته بسبب سوء سلوكها، وان هي كانت على طول بتطلعه مش راجل،
وان هي مش مالي عينيها، وطليقته دي عرفت ان هي يعني سلوكها مش كويس، وبتكلم كذا حد وبتعمل علاقات محرمة مع كذا حد، وهو ده السبب اللي طليقته اتطلقت عشانه. طبعا هو صعب عليها في الوقت ده، وعرفت هو ليه بيعمل كده، بس هي مش عارفة تكمل حياتها، مش عارفة تكمل حياتها، وهي شايفة ان كل حياتها شك في شك، فمش عارفة تعمل ايه. حياتها يعني ما فيهاش اي خصوصية ليها خالص. لو هي بتتكلم في التليفون مع حد من قرايبها، هو بيبقى اصلا عامل لها تجسس وبيسمع المكالمة. هي مثلا لو في حاجة متضايقة منها عملها معاها، بتبقى نفسها تحكي، تشتكي لوالدتها، تشتكي لبنت خالها، ما بتعرفش تتكلم، حتى ما بتعرفش تعبر عن اللي جواها. فهي ما بقتش عارفة تعمل ايه. وصلت لمرحلة هو كويس معاها، وكويس ماديا، مش مخلي بيته محتاج حاجة، وهي خلاص، وهي تعبت ومش قادرة تاخد القرار برضو ان هي تخلف منه، علشان خايفة، ومش قادرة تاخد القرار، ومش عارفة تتطلق ولا تكمل ولا تعمل ايه، لان الموضوع بيزيد. رغم ان هو ما بيلاقيش حاجة هي بتعملها غلط ولا اي حاجة. والقصة دي يا جماعة قصة واحدة انا اعرفها شخصيا، وقالت لي ان اتكلم عنها في القناة وكده، وتشوف رأي الناس. انا اعمل ايه وكذا مرة على فكرة يا جماعة تغضب عند اهلها، كذا مرة تغضب عند اهلها، وهو يجيبها ويصالحها ويقول لها معلش واستحمليني وكده. بس هي قالت انا تعبت من كتر اللي بيعمله، تعبت من كتر ما انا ببقى مثلا واقفة في المطبخ فجأة اتخض الاقيه في ورايا، ولا دخلت الحمام واتأخرت، انا مش مسموح لي ان انا اتأخر في الحمام، لو دخلت خدت شاور برضو يقول لي ما تقفليش الباب من جوه. حاجات كتير جدا 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 بيعملها. تفتيش الموبايل على طول يوميا، انت كلمتي مين، انت ما كلمتيش مين. قالت في مرة من المرات كنت قاعدة بنت عمتي جات لي زارتني، عملنا حاجة نشربها، فهو لما جه لقى كوبايتين محطوطين على الترابيزة، قلب الشقة وقعد يدور في الدواليب ويدور في كل حاجة، وشك هو مين اللي كان معاكي. قالت له بنت عمتي كانت هنا وجت قعدت معايا شوية، كانت قريبة من هنا في درس، وجت قعدت معايا شوية وعملنا حاجة نشربها، طب اتصليلي بيها، طب مش عارفة ايه. وهي تعبت ومش عارفة تتطلق ولا تكمل معاه، وهي عارفة ان هي ملهاش ذنب دلوقتي، وعارفة ان الذنب ان هو كان متجوز واحدة ذو اخلاق مش كويسة خالص، ومشككة في نفسه. فمش عارفة، هي مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تكمل ولا ما تكملش، ومش عارفة تعمل ايه. اكتبولي يا جماعة في التعليقات كده، انتوا لو مكانها ولا عندكوا حد بنتكوا ولا حد قريبكوا هتعملوا ايه؟ هتنصحوه بايه؟ لان هي بتقولي انا العيشة، وعلى فكرة عايزة اقولكوا ان هو متجوزها هي بنت وهو مطلق. العيشة استحالت، العيشة تعبت، بتتعب نفسيا كتير بسبب اللي هو بيعمله. بتقولي انا نفسي يبقى ليا خصوصية، ماليش اي خصوصية، ماليش اقف في البلكونه لو انا مخنوقه، مش هعرف اقف في البلكونه لانه هو يشوف. لو نفسي انزل اتمشى ما فيش الكلام ده، لازم مليون تليفون، ولازم انتي فين وانتي بتعملي ايه، وغير ان هو بيمشي وراها وحاجات كتير جدا من الحاجات دي يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اكتبولي في التعليقات تتطلق ولا ما تتطلقش، ولا تعمل ايه معاه، المفروض تعمله، لان هي تعبت، البنت دي تعبت.
اشوفكم على خير يا رب وبصحة وسعادة. وهنا الاكل كان خلص، وما تنسونوش بالله عليكم في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. اشوفكم على الف خير. وده اكلنا البسيط، السمك والرز والسلطة.